يا رفاق الدرب، دعوني أسألكم سؤالا بسيطا وعظيما. هل جربتم يوما أن تذوقوا الفنجر لا كطعم بل كتحفة تصنع على نار هادئة؟ يا حسين، إنك تفتح بوابة من الذكريات والمشاعر. الفنجر ليس مجرد شرائح بطاطا تقلى، بل هو قصيدة تكتب بزيت نقي وتلقى على لسان من جاع يوما فعرف قيمتها. بل أراه أكثر من ذلك يا حسين، إنه لقاء النار والبطاطا، صراع ينتج عنه ذهب مقرمش تتنثر عليه لمسات من الملك كأنها نجوم على سطح كوكب صغير. دعوني أقولها وبوقت، في زمن كثرت فيه الأطعمة المزيفة والنكهات المقلدة، يبقى فنجر حسين الباش هو الأصدق في عالم الخدع، نكهة الطفولة وسلاح الفقراء ومزاج العشاق في آخر الليل. ما أعظم هذه الكلمات، أنا من يصنعه كل يوم، وأشهد أن في كل قطعة فنجر تقلى هنالك حكاية لا تقال. رأيت فرحة الأطفال وسكوت المتعبين وابتسامة الجائعين، كلها ولدت من قطعة بطاطا مقلية. وهل يوجد شيء يجمع الناس مثل الفنجر؟ غني وفقير، كبير وصغير، كلهم حين تقدم لهم يسكتون احتراما له.